حياكم الله، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. فيديو جديد ان شاء الله راح ينال اعجابكم. طبعا اليوم الفيديو مالنا يتعلق بالصوبة النفطية الدائرية توربو. طبعا هاي الصوبة هواي ناس قاعد تعاني من مشكلة عدم انطفاء الفتيلة. طبعا طريقتها كلش سهلة، مو بس هاي النوعية، اي نوعية عندكم بالبيت تعانون من مشكلة من تنزلون الكاك مالها ما تطفى. شو يسوون؟ اكو بيهم يذبون عليها مي، يبخون عليها بخة مي، او يجيبون وصلة مبللة ويطفونها. وهذا الشيء اكبر غلط. هذا الشيء راح يأثر على الفتيلة، راح تحترق، هاي وحدة. وثاني شيء راح تقوم تطلع غاز. شنو الطريقة؟ واحد يسأل يقول زين شنو الطريقة شلون اعالجها؟ طبعا طريقتها كلش سهلة وما يراد لها شيء. مجرد هاي الصوبة انا فتحت البراغي مالتها هذني، شو تسوون؟ توخرون هاي بهاي الشكل. جابوا لي قالوا له ما تطفى. شنو السبب؟ السبب كانت الفتيلة عالية. شوف هسه قصيت منها هاي الكمية باع العلو، هذا كله قصيته. هاي القطعة همانة قصيتها من يمها، وشوف العلو مالتها يعني عالية كلش ومخلينها. فهسه شوفوا من نصيها ناسية كلش، ومن تردون تعلونها عالية كلش. لا تشوفون العلو مالتها عالية كلش. شوفوا هذا الشكل. شو تسوون؟ تقصونها. شلون؟ واحد يقول يسأل شلون اقصها قصة عدلة. طبعا ترفعها هذا الشكل، ايش قد تريد تقص من يمها تجيب المقص. شوفوا بهذا الشكل، هذا المقص تخليه ثبته هنا، وتقوم تمشي بعض هيك بهذا الشكل. هيك شوفوا بهذا الشكل، يعني هاي القطعة تكون ثابتة على هاي، وهاي تقوم تقصون حتى شنو تجي قصة عدلة. انا قصيتها وشوفوا القصة مالتي شلون اجت عدلة ومساوية وهاي الحافة. او واحد يقول ما اقدر ادبرها هيك، شو تسوي؟ تقص مثلا وتنزلها، تشوف اللي بصفها ايش قد لازم تقص. هم تعليها بهذا الشكل، وبعدين تجي تقص، بعدين تنزلها تشوف ايش قد المسافة، تيجي تقص من يمها، وكذلك همين تقصها وهكذا. وبعدين شو تسوون؟ تجيبون در نفيس عدل يعني، او اي شيء عندكم، تحكون داير ما يدور هاي الحديدة والبوجة. ليش؟ لان راح تصير تلقون مادة سوداء، هاي مادة الفتيلة ومادة المي، من تبخون عليها راح تصير هنا. فتقصونها. اذا مثلا لقيتوها لا مثلا كلش تعبانة، او من تقصونها راح تنصى، تقدرون لو تعلونها اذا كانت جديدة، لو تعلونها لو تبدلون الفتيلة. طبعا بس حبيت اوضح لكم هاي الشغلة. اتمنى شيء بسيط قاعد اقدم لكم بالقناة تستفادون من يمه، ولا تنسون لايك واشتراك بالقناة. خلينا نوصل 25,000 بأقرب وقت، وادري بيكم ان شاء الله ما راح تخسرون. شكرا لكم جزيل الشكر، اخوكم ميثم الموسوي.